نعيش رسميا في عصر التفاهة الذهبي. التافه صار قدوة، المفروض نرشحه لجائزة نوبل في التفاهة. واحد يرقص نص دقيقة فجأة يصير نجم، ملايين متابعين، ملايين فلوس، والشركات تتهاوش عليه كأنه مكتشف لقاح سرطان. بينما الدكتور اللي تعب 10 سنين في المختبر ما يعرفه غير أهله والبواب اللي عند باب الجامعة. الجيل الجديد صار مقتنع أن النجاح مو بالعلم، النجاح بالترند. الحلم اليوم أصير تافه محترف. أصل عقول الجيل صاروا يقيسون النجاح بعدد المتابعين مش بعدد الإنجازات. اليوم التافه صار VIP، عنده مدير أعمال، عنده سبونسرات وشركات تتوسل له عشان يحط اسمهم بفيديو. أما المخترع حتى أمه بالكاد تعطيه لايك. احنا نحتفل بالتفاهة كل يوم ونوزع عليها كيك وبالونات. عصر التفاهة زمن يضحكك من البلاهة ويبكيك من الكارثة. ويمكن قريب الجامعات تفتح قسم جديد اسمه بكالوريوس التفاهة التطبيقية.